النهارده هعمل معاكم كحك العيد الدايب الناعم المقدوح او اللي على السخن اللي كانت امهاتنا بتعمله زمان، وكان احلى كحك بيعملوه. وما زلنا متمسكين بنفس الطريقه لانها اظبط طريقه. وامتى نعمله على السخن وامتى نعمله على البارد، وليه نعجنه بميه او لبن، وايه اللي هيفرق ما بينهم، ولو العجينه شققت تعالجيها ازاي، وليه بيطلع ناشف، واي حاجه ممكن تقف معاكي ان شاء الله هتلاقي الحل بتاعها النهارده. وتعالي معايا نبدا مع بعض ونسمي الله ونصلي على الرسول. وفي الاول انا هوزن مقدار السمنه، وهحتاج ربع كيلو سمنه علشان انا هستخدم نص كيلو دقيق. فخليها قاعده كده، كيلو الدقيق بياخد نص كيلو سمنه. ده الكحك المظبوط. طب لو انت عايزاه نواعم قوي، يبقى كيلو الدقيق حطيله 600 جرام سمنه. انا هوزن على الميزان وهعاير بالكوبايه، علشان لو ما عندكيش ميزان فانا كده حطيت كوبايه وربع. تمام. يبقى 250 جرام عملوا كوبايه وربع. بعد كده هنوزن مع بعض الدقيق، وبرضه هعايرها بالكوبايه لان مش كل الناس طبعا عندها ميزان في البيت. فالنص كيلو دقيق او ال 500 جرام دقيق هيعملوا 4 كوبايات بالظبط. ده مج الشاي الازاز اللي عندنا كلنا. طيب في حد بيقول لي ان مش كل احجام الكوبايات زي بعض. مفيش مشكله، الكوبايه اللي موجوده عندك وهتستخدميها عايري بيها الدقيق وعايري بيها السمنه، وان شاء الله هيظبط معاكي جدا. وتقدري تستخدمي دقيق لجميع الاغراض او الدقيق المخصص للكحك والبسكوت. بعد كده هننزل بنص معلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره من ريحه الكحك او بهارات الكحك على نص كيلو الدقيق. وما تكتريش في بهارات الكحك علشان ما تديكيش طعم وحش. حطي كده كميات معقوله. بعد كده هننزل بمعلقتين كبار سمسم محمص وهنقلبهم كلهم مع بعض. طيب انا السمسم اللي عندي ابيض ومش محمص، ممكن ان انا احمصه على النار، احطه في طاسه كده واديله تحميصه بسيطه، او احطه في معلقتين سمنه من اللي انا معيراهم، اللي هي السمنه بتاعه الدقيق، يعني اللي انا مخصصاها للدقيق. وبرضو احمصه تحميصه خفيفه كده مع السمنه، او اعمل خطوه اسهل، ان انا اعمل فجوه في الدقيق كده، وكده كده انا هعملها علشان هنزل فيها السمنه المقدوحه زي ما انتم شايفين. فقبل ما انزل السمنه هحط معلقتين السمسم الابيض اللي مش محمص في النص، وهنزل عليهم بالسمنه المقدوحه، وبكده السمسم هياخد تحميصه خفيفه من غير ما اعمل الخطوه دي على النار واحمصه على النار، يعني في خطوه تانية. طيب السمنه كده احنا سيبناها على نار هادي لحد ما قدحت وسخنت وبقت بالشكل ده. هنا بقى نخلي بالنا قوي واحنا بننزلها على الدقيق لانها بتطلع بخار شديد. فهتجيبي معلقه خشب او معلقه ستانلس مثلا معدن. مش هينفع نستخدم معلقه بلاستيك خالص. وهنعجن برضو في طبق بايركس مثلا او ستانلس. بلاش تستخدمي اي حاجه بلاستيك خالص في الخطوه دي. العجينة هنا بتكون سخنة جدا جدا، فهنقلب المعلقة الخشب لحد ما نلاقي ان الدقيق امتص السمنة خالص. طيب هنا بقى والعجينة سخنة، ينفع اجيب مقدار اللبن او المية اللي انا هعجن بيه واحطه على العجينة؟ ما ينفعش، والخطوة دي بتبوظ الكحك كاملا. ما ينفعش نستخدم المية او اللبن لحد ما العجينة دي تبرد تماما. حلو الكلام. احنا هنبسها وهي دافية ممكن، لكن مش هننزل بالمية او اللبن غير لما تبرد تماما. طيب هنعمل ايه بقى؟ نركن العجينة على جنب تبرد، ونجيب نص كوباية مية دافية نحط لها معلقة كبيرة سكر بودرة، ومعلقة صغيرة ممسوحة خميرة فورية. لو عايزة تستخدمي سكر عادي بدل السكر البودرة استخدميه، بس قلبيه حلو لحد ما يدوب. وما تزوديش في الخميرة خالص علشان الكحكاية ما تنفخش والنقشة بتاعتها تختفي. وحطي الكوباية على طبق وغطيها علشان هي ممكن تتفاعل كده وتلاقيها فارت وقعت على الرخام. نركنها على جنب ونرجع للدقيق. لازم يبرد، او ممكن يكون في حرارة بس تقدري تستحمليها، يعني مش شرط ان هو يبرد خالص. المهم ان انت هتحطي ايدك في الدقيق لو انت متحملة درجة الحرارة دي، فهتبدأي تبسي فيه. طيب احيانا احنا بنحط نسبة السمنة كتيرة شوية عن النص كيلو، زي ما قلت لكم لو انتوا عايزين الكحك نواعم قوي قوي هتحطي 600 جرام سمنه على كيلو الدقيق. فالسمنه هتكون كتير قوي، فهتحسي ان الدقيق ناعم قوي مش محتاج ان هو يتبس. دي اول غلطه. لازم الدقيق تبسيه كويس قوي، سواء حاطه سمنه كتير او حاطه سمنه قليل. دي الخطوه الاولى اللي هتخلي الكحكايه معاكي ناعمه جدا. طيب هنبس قد ايه؟ هنبس لمده 10 دقايق تقريبا. يعني حطي الطبق كده في الارض، واقعدي كده وربعي، وابدأي حطي شوية من العجينة على ايدك، وبكف ايدك التاني نعمي فيها واقعدي بسي فيها كده سنة سنة لحد ما تحسي ان العجينة بقت ناعمة معاكي بزيادة. تمام. يبقى اول خطوة هنسيب العجينة لحد ما تهدى من الحرارة بتاعتها شوية، بعد كده هنبسها حلو قوي.
طبعا الحاجات دي كلها امهاتنا ما شاء الله عليهم عارفينها وبنتعلم منهم، بس احنا بنقول الحاجات دي للي لسه بيعمل كحك جديد. تمام. بس هنا العجينة وبقت ناعمة معانا وزي الفل. هنعمل ايه؟ هنجيب نص كوباية المية والخميرة. طبعا المية كانت دافية لما حطينا فيها الخميرة، هي دلوقتي مش دافية قوي بس هنستخدم. هتنزلي بالنص كوباية شوية في شوية، يعني ممكن شوية كده بعد شوية وتبتدي تقلبي. طب هنا هنعجن ولا هنقلب؟ لا هنقلب. ليه بقى؟ لان احنا لو عجنا الدقيق هيعمل عرق، والعجينة زي ما بيقولوا كده هتعيش يعني هتبقى عاملة زي العيش، هتبقى ناشفة. فهنا احنا هنحط مقدار المية ونقلب تقليب بسيط. اول ما نلاقي ان الدقيق امتص الميه نبتدي نزود شويه كمان ونستمر في التقليب لحد ما تتكون عندنا عجينه. وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي هنختبرها علشان نعرف كده ان العجينه او الدقيق اكتفى مش عايز سوائل تاني. بس قبل ما نشوف بقى الخطوة دي، احنا النهاردة عجلنا الكحك بالمية، وده هيديله نتيجة كويسة قوي، وخصوصا كمان السمنة مقدوحة. ده هيخلي الكحك عمره طويل عندنا. يعني لو انت عايزة الكحك ده يقعد عندك اكتر من شهر شهرين ثلاثة بطريقة السمنة المقدوحة يقدر يقعد عندك كتير قوي، وخصوصا انه معجون بالمية. فلو حابة ان الكحك يقعد فترة كبيرة استخدمي السمنة المقدوحة وعجني بالمية. طب لو انت عايزة تستخدمي برضو السمنة المقدوحة بس انا هاكله بعد يعني فترة بسيطة مش هيطول عندي، اقدر في الحالة دي ان انا استخدم اللبن. فلو انت هتطولي في الفترة المية افضل حاجة. تمام. نرجع بقى للعجينة. كده انا حسيت ان هي اكتفت، فهبتدي ان انا اختبرها. باخد حتة كده على ايدي وبكورها، اول ما يبقى فيها تشققات لا كده هي عايزة سوائل تاني، فهبتدي انزل. لو انا بعجن بالمية هنزل بمعلقة مية او معلقتين مية. لو بستخدم لبن برضو هضيف معلقة او معلقتين مش كتير، وهبتدي اقلب تاني. بصوا التقليب عامل ازاي، لا بنلت ولا بنعجن ولا يعني بنشتغل في العجينة جامد. طيب العجينة لازم تتقطع كده. بصوا انا بمسكها، لما تيجي تقطعيها بتتقطع مش بتمط. لو مطت منك اعرفي ان هي عملت عرق وكده هتعيش معاكي او تحجر، يعني الكحكايه تحجر بعد كده. طيب انا حطيت كده معلقتين ميه ودمجت العجينه تاني، وخدت حته برضو دمجتها على ايدي. وبصوا مفيش تشققات، خلاص يبقى كده هي تمام وزي الفل. بعد كده هنسيب العجينة 10 دقايق ترتاح، مش هنطول عليها خالص. بعد كده نجيب الميزان ونبتدي نعمل قطعيات قد بعض. انا عاملة قطعية كده وزنها 25 جرام، قللتها شوية عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كنت عاملة كحكاية كده ما شاء الله تملى العين، كانت 30 جرام. فممكن نعملها 25 جرام او اقل شوية لو انت حباها كحكاية صغنططة خالص كده ومنمنمة. طيب هنعمل ايه؟ هنبتدي نشكل كده كور على طول ونملى الصينيه بعد كده نعملها بالبصمه؟ لا ما تعمليش الحركه دي ابدا. الحركه دي او الخطوه دي هتخلي العجينه تشمع معاكي والسمن يجمد فيها شويه، ولما تيجي تضغطي عليها بالبصمه هتفتح من الجناب، وهتقولي لا ده العجينه كده محتاجه سوائل. لا هي مش محتاجه سوائل خالص، مادام اختبرتيها في الطبق وضغطتي عليها وطلعت ما بتشققش يبقى هتعملي ايه؟ هتعملي القطعيات اللي انت عايزاها سواء على الميزان او سواء بالنظر. خدي قطعيات كده قد بعض وكوريها، وكل واحده تكوريها اضغطي عليها بالبصامه. يعني ما تعمليش الكميه كلها، واحده 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 كده هتبقى زي الفل معاكي، ولا هتشقق ولا هتفتح. وكالعادة لمي عيالك حواليكي قطعوا لك العجين وانتي ادمجيه على ايدك، كوريه وبصمي عليه على طول من غير ما تشكلي الكمية كلها. وبفكرك تاني ما تعمليش العجين كله كور مرة واحدة بعد كده تبصمي عليه مرة واحدة، هيشقق معاكي. تمام. خلصنا الكمية، هنعمل ايه؟ هنسيب الكحك يرتاح 10 دقايق كمان. احنا مش محتاجين ان هو يخمر وينتفخ ولا اي حاجة. بعد كده هندخله فرن سخن، ولازم الفرن يبقى سخن كويس قوي من قبلها، وبنظبطه على درجة حرارة 180. لو الفرن عندك هادي شوية اظبطيه على درجة حرارة 200. هتحطي الصاج او الصينية على الرف اللي في النص والنار شغالة من تحت بس، وهتسيبيه من 15 دقيقة ل20 دقيقة. واحيانا لو الفرن عندك هادي شوية هيقعد 25 دقيقة. المهم لازم تتابعيه كويس قوي. لو لقيتيه اخد لون ذهبي من الجوانب ومن تحت ومن فوق لسه ابيض ما تشغليش الشواية. الصاج ارفعيه تحت الشواية بس النار برضو شغالة من تحت. كده ان شاء الله هيستوي معاكي تسوية مظبوطة وهيبقى ممتاز جدا. طب نرجع بقى للعجينة علشان حابة اقولك على حاجة. لو انتي العجينة طلعت برضو بتشقق معاكي وانتي حطيتي معلقة او معلقتين، زودي برضو معلقة او معلقتين مية او لبن لحد ما تظبط معاكي، بس ما تزوديش كمية كبيرة. طب نوع الدقيق طلع مش تمام قوي،
والعجينة طلعت معاكي سايبة بزيادة، سايحة كده ومش عارفة تلميها، زودي لها معلقة دقيق او معلقتين برضو ان شاء الله هتظبط معاكي. وزي ما انتوا شايفين الكحكاية دايبة وناعمة ومستوية ومظبوط، وان شاء الله لما تجربوا الطريقة دي هتعجبكم.